الطبقة العاملة في العالم قاطبة، والطبقة العاملة المغربية في عيدها الأممي الفاتح من أيار. تحية نضالية إلى كافة الشعوب ذوق التحرر، تحية إجلال وإكبار إلى كل الشهداء، تحية صمود التحدي إلى كافة المعتقلين السياسيين، تضامنا مبدئي والله مشروط مع نضالات كل المهمشين ونضالات ساكنة أولى البحر. نحيي عاليا كما قلت الطبقة العاملة في عيدها الأممي الذي يشكل محطة تاريخية من أجل تشخيص الواقع نضالات الطبقة العاملة والوقوف على كافة المخططات الطبقية التي تستهدف المكتسبات التاريخية التي حصلتها الطبقة العاملة بالدماء والنضالات، وكذلك من أجل رفض اتجاهات النضال المستقبلية. الثاني كلمة المتسيدي في عيد الأمم الطبقة العاملة. أيتها العاملات، أيها العمال، أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، من يخاطبكم في الجمعية الوطنية حمل الشهادات المعطلة في المغرب. نحيي الطبقة العاملة في عيدها الأممي فتح ماي وكل إطار التقدمية الديمقراطية المناضلة إلى جانب كل المستغلين والمضطهدين طبقيا. التي تخلده الجمعية تحت شعار عمال فلاحون تلاميذ طلبة معطلون ومهمشون اتحدوا ضد القمع والاعتقال السياسي ورأس المال. وهي مناسبة لتسليط الضوء على ما يحقق الطبقة العاملة والهجوم على مكتسباتها التاريخية. اصلاحات في الجمهورية بممرات الظرفية الاقتصادية، اختطافات، قمع، تكتيك استغلال الاضطهاد. إن هذا الهجوم يندرج في سياق الجزء الإمبريالي على أزمتها البنيوية وباعتبار الارتباط البنيوي للنظام الوطني الذي مقابل الشعبي، فإنه يعمل جاهدا على مواصلة هجومه على ما حققه الجماهير الشعبية بنضالتها والطبقة العاملة بشكل خاص من المكتسبات التاريخية عبر محاولة فرض مخططات طبقية، ضيع القطاعات العمومية الحيوية للتمرش من مسؤولياته، ومحاولة إيجاد عناصر العمومية وتقليص الاستثمار العمومي، والعمل بمدونة الشغل وعدم التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي لتقديم يد عاملة رخيصة لصالح البطرونة، وعدم احترام بنود الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وتجريم العمل النقابي والحق في الإضراب الفصل 288 من القانون الجنائي، وتحديد المزيد من الاستغلال والاضطهاد الطبقيين في دين الاستمرار الطرد والتسليحات الجماعية، عمال مرناطق، عمال طرق السيارة، العمال الصناعيين والزراعيين، مما يعمق واقع البطالة ويؤكد أكذوبة الحوار الاجتماعي في دين الاستمرار الهجوم على الحريات النقابية والسياسية ودستور فاقد للشرعية الشعبية وحكومة منبثقة عن انتخابات 25 نوفمبر 2011 التي قطعتها الجماهير الشعبية بكل فئاتها بشكل عام. وفي مستوى استرجاع هيبة الدولة تتم مصارعة القمع المسلط على كافة فئات الجماهير الشعبية، عمال فلاحين طلبة تلاميذ معطلون ضحايا كادحين الأحياء الشعبية، ضحايا السكن، ضحايا كل المخططات الطبقية، الصامدين في وجه القمع المتعدد الأوجه في كل مكان، تازة بن معياش، بوكيدار، زاكورة، ثم الحسن، إمزوري، والجزاب، إمدر، أكادير، سلا، طنجة، تمارة، والمواقع الجامعية الصامدة بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب التي تتعرض للهجوم في محاولة يائس لتكريع الأصوات الحرة وفي الباب مرة أخرى أمام القوى الظلامية لنشق إيديولوجيا الخرافة والاستلام في صف أبناء الجماهير الشعبية وقومي برافاس تازة مراكش الرشيدية. كما ندين الأحكام الجائرة التي شملتهم كان آخرها تصادر في حق معتقلي أحداث بن معياش التي تراوحت بين 6 و4 سنوات في سجن النافذة. ونحيي أيضا المضربين عن الطعام من داخل سجون الرجعية التي كشفت مرة أخرى الوجه الدموي من ضوء قائم المغرب. أيها العاملون على العالم اتحدوا فتلقى الحواس المال انتفضوا يا عمال العالم اتحدوا فتلقى الحواس المال انتفضوا يا عمال العالم اتحدوا
الرفيقات أيها الرفاق، إن الجمعية الوطنية لحمل الشهادة المعطلين في المغرب قد نالت حظها الأوفر من كل أنواع التنكيل والقلع والاعتقالات والاغتيالات والمحاكمات السورية بكل من فروع جبل عوام بن كرير ليوسفية تازا أكادير بن معياش. وصلت حد اغتيال رفيقنا الشهيد كمال الحسني من طرف النظام، وبالرغم من هذه المحاولات البائدة التي تروم ضرب إطارنا العديد، فإنه كان ولا زال يشكل شوكة في حق كل المتكالبين على الأصوات الحرة والمناضلة. كما نحيي النظام شهداء الجمعية سلعنا وسلقته يا رب اخبر يدك في ديا والسلطة جمعية لا تبدل حنساوي وناشية شهداء الجمعية وسلعنا وسلقته يا رب اخبر يدك في ديا والسلطة جمعية لا تبدل. كما نحيي النظارات الوطنية التي تخضع الفروع والاستشكال الإقليمية والجهوية وكذا انخراطها في المعركة الوطنية الممركزة الأخيرة بالرباط التي خاضتها الجمعية الوطنية تحت شعار النظام من أجل السياسة الديمقراطية الوطنية الشعبية في ميدان التشكيل من أجل حقوقها العادلة والمشروعة في الأهداف التالية: فتح الحوار مركزي مع المكتب التنفيذي، التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، التعويض عن البطالة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعروف عليه، الاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط المتابعات، الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمداوي ومعاقبة الجنات، معاقبة المتورطين في اغتيال الشهيد جمال الحساني والتي عرفت طمع اعتقالات 16 عضو من الجمعية الوطنية حمل الشهادة المعطلين ستتم محاكمتهم صوريا في حالة فراح مؤقت يوم 14 و 21 ماي 2012 بالرباط. كما ندين سياسة التشريف والتباطؤ والتراجع أنه هزمة قدام الجمعية الوطنية والمتمثلة في تصريحات الحكومة لضرب الحق في التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية. أيتها العاملات أيها العمال أيتها الرفاق إننا لا نواجه قدر المحكومات بل سياسة واعية ومنهجة تخدم مصالح الامبريالية وشرذمة من المتطفيلين. لذا ندعو الجميع للتوحد في النظام من أجل التسيير والإيزاح المزيد من الانتصارات على جميع المستويات. فالجمعية الوطنية لحمل الشهادة المعطلين في المغرب مقبلة على انتخاب الحزب في مصر يوم 16 ماي 2012 اليوم العالمي للنضال ضد البطالة والاقتصاد الاجتماعي، وتستعد لاحتضان الملتقى الدولي للمعتقلين لمجمع عقد وطني. لهذا ندعو الفروع الجمعية الوطنية أن تكون في الموعد، كما ندعو التنظيمة الديمقراطية التقدمية السياسية النقابية الجمعوية الشبيبية والنسائية والعمال والفلاحين والطلبة والتلاميذ وكل مهمشي وحركة الشيخ وكل شرف هذا الوطن إذا من ضرتنا. عاشت الطبقة العاملة موحدة ومكافحة، عاشت الجمعية الوطنية صامدة ومكافحة. المجد والخروج شهداء الجمعية مصطفى الحمداوي النجية أدايا وكما الحساني وتحية من ضمن الكافة. بالمجاد والعافية بالنظام ما تقلق